السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة هنعمل مع حضراتكم كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة من غير شوكولاتة. إيه الفوازير دي يا رودي؟ لا والله، بس كانت كيكة حلوة حلاوة يا ولاد. بتمنى تجربوها معايا. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون مكوناتها موجودة عند حضراتكم في البيت. هنعمل احلى جاتو شاتو شوكولاتة. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا النهارده معانا شفشق الخلاط. حضرتك هتجيبيه، هتحطي كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب. وما تغلطيش غلطتي، اول حاجه ما تحطيش الزيت معاهم في الاول. انا حطيت كله مع بعض. لا، حضرتك هتجيبي كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، وهتخلطيهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هتنزلي بكوبايه من الزيت مع 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ويستحسن يكون خام. او النهارده هنعمله بكاكاو الخام، ومعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان. هنخلطهم كويس جدا مع بعض. ليه قلت يا رودي ما تغلطوش غلطتي؟ لان لما تحطي الزيت في الاول الخليط بيتقل بسرعه. فلو حضرتك هتستعملي السكر السنترفيش او السكر يكون حبيباته يعني سميكه، فممكن ما يدوبش بسرعه. انا هنا عشان السكر كان حباته رفيعه فداب، بس انا الاحسن ان حضرتك تضربي الحليب مع السكر الاول كويس جدا، وبعد كده تنزلي بالزيت. احنا اول سر فيها. بعد كده هاخد كوبايه بنفس الكوبايه اللي حضرتك استعملتي، يعني هي كوبايه واحده. هتاخدي كوبايه وهنشيلها على جنب من الخليط اللي احنا ضربناه. بعد كده هتضيفي حبايتين من البيض، لو حبات البيض عند حضرتك كبيرة، او 3. انا كان 3 عشان البيض كان بلدي وكان صغير. هنضربهم ضربا مبرحا. طبعا بيض يبقى معاه فانيليا. هنضربه كويس جدا يا بنات، وهننزل بالخليط السائل في بولة. هنجيب حضرتك كوبايتين بنفس ذات الكوباية اللي استعملناها، كوبايتين من الدقيق. هننخلهم كويس جدا. هنحط عليهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر عادي، وهنحط عليه نص معلقة صغيرة لو متاح بيكنج صودا، او اللي هي كربونات الصودا. وهنضربهم كويس جدا، نخلطهم كويس جدا مع ذرة من الملح. هننزل بقى على الخليط السائل، يعني على كذا مرة، يعني انا نزلت على 3 مرات. هننزل شوية ونضرب. الضرب في اتجاه واحد. ما ينفعش تضربي وترجعي تاني، لا اضربي كده بالمضرب في اتجاه واحد، يعني دايرة، وممكن تعملي نص او تعملي دايرة كاملة. المهم في اتجاه واحد. تضربي لحد المكونات ما تختلط مع بعض، وتنزلي كمان بشوية من الدقيق، وهكذا يختلط كويس جدا. وبعد كده هننزل يعني باقي الدقيق. هنضربه كويس، هيبقى